موقع فضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج يقدم لكم. في بعض الأحيان تريد أن تصلي فيمنعك أحدهم ويستدل بالعمل عبادة، فهل هذا حديث صحيح؟ وبما تجيبهم؟ هذا ليس بحديث صحيح أو غير صحيح، لا يوجد العمل عبادة، هذا كلام الناس فليس هو حديثا في الأصل. أما أنهم يصرفونك عن العبادة بدعوى أن العمل عبادة، فلو سلم أن العمل عبادة وأن صاحبه يعمل بنية العبادة وبنية الإخلاص وبنية أن يعول أهله، فإن اللقمة إذا وضعها الرجل في فم زوجته تعتبر له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في كل شيء صدقة، والصدقة عبادة والصدقة طاعة. فإذا كان الأمر كذلك فالعمل إذا كان بإخلاص وبنية صحيحة وبقصد أن يتكسب فلا يسأل الناس، يتجنب المسألة، يعمل ليتجنب المسألة، يعمل ليعول أهله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالعمل يتحول إلى شيء فيه أجر وفيه ثواب وفيه ما فيه من الخير للعبد أو للعامل. لكن إذا فرضنا أن العمل مطلوب وأن العبادة مطلوبة، فلم نصادم بين العبادة والعمل؟ لما نصادم؟ لما نخاصم بين العبادة وبين العمل؟ رجل يريد أن يصلي العصر في وقته، يأتي أحدهم يقول له حتى العمل عبادة، يعني لا تصلي، خليك من الصلاة. لا، لو سلمنا أن عملك عبادة فإن الصلاة أيضا عبادة، وعملك مفتوح والعبادة مؤقتة بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوجب أن أصلي في الوقت، ولا تصادم بين الصلاة في وقتها وبين العمل، لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال ربنا بعد ذلك: ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن بعد الصلاة يجب أن تنتشر في الأرض وأن تسأل الرزق. ها هي الآية جمعت بين العبادة وبين العمل، وأن العبادة المؤقتة يترك العمل لأجلها، يترك العمل لأجل العبادة المؤقتة، وهي الصلوات التي لا ينبغي أن يفوت وقتها. فإذا نودي للصلاة وجب أن يستجاب. فإذا لا نخاصم بين الصلاة وبين العمل. نحن نصلي ونعمل، نصلي العصر في 10 دقائق ونرجع إلى عملنا. إنما بعض المسلمين يتضايقون من الصلاة، هذه أزمة المسلمين، يتضايقون من الصلاة، فيودون أنك لا تقوم إلى صلاتك من اجتماع في إدارة، من شركة وأنت على مكان أو على إحدى الآلات، يريد رب المعمل أن لا تقوم إلى الصلاة، تبقى مع الماكينة. لا، أصلي في 10 دقائق وأرجع إلى الماكينة وسوف أرجع خيرا مما كنت. لأن المسلم حين يؤذن يصبح على عاتقه صلاة يجب أن يؤديها، يخاف خروج وقتها، أن يخرج وقتها، فهو مشوش. لو أذنت له 10 دقائق في الصلاة لرجع إلى العمل أحسن، بعدما يصلي يستريح ويكون أنشط في عمله. هذا صاحب الصلاة الذي يحافظ على الصلاة ويعلم أنها كتاب موقوت وأنه لا ينبغي تأخيرها، وينبغي عدم الدخول في قوله عز وجل: فويل للذين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يخاف أن يكون من هؤلاء الذين سهوا عن صلاتهم بأعمالهم بدنياهم بأغراضهم بذويهم وأولادهم، يفتنونه عن الصلاة. لا ينبغي المصادمة بين الصلاة وبين العمل. من قال إن الصلاة تضيع العمل، ومن قال إن العمل يضيع الصلاة. الصلاة كتاب موقوت، لا بد من صلاتها في وقتها وأن لا تخرج عن وقتها. فإذا هذا نوع من الصرف من بعض المسلمين، يريدون أن يصرفوا بعض الناس. يتضايق لما يشوفك أنت حريص على الصلاة، المعلم وراح تصلى عبادة. أي راه الصلاة عبادة؟ راه حتى العمل عبادة. طيب سلمنا لك أن العمل عبادة بالمفهوم اللي فاهم أنت. إيوا وهذيك اللي بغيت ندير أنا شنو هي؟ شوف القضية غير منسجمة. كلامه سلمنا به أن العمل عبادة. طيب والصلاة اللي بغيت نصلي شنو هي هذه؟ طيب إذا كان العمل عبادة نعمل وما نصليش، نخرج الصلاة على وقتها. هذه مغالطة في المجتمع، مغالطة من بعض الناس يتضايقون من محافظة المسلم على الصلاة أو من محافظة بعض المصلين على الصلاة، فتجده يقول العمل عبادة. إذن كلامهم ليس المقصود به أن يبينوا أن العمل الصحيح والعمل بالنية الصحيحة أنه مثاب عليه صاحبه ومأجور عليه صاحبه. يريدون مصادرة الصلاة، يريدون إبعادك عن صلاتك. حسب ما عرفت في مجتمعنا أنها تقال في لمن كان يعمل حتى العمل راه عبادة، يعني اترك عنك الصلاة. لا، نحن سوف نصلي في الوقت ونرجع إلى العمل.